انا الجغام محمد خدام كمعلم بناي مع المقاول دويري ميلو من 1996 حتى 2012. العيد الكبير 2012 وقفني ما عطالياش الحقوق ديالي، ما ضيعني. مشيت درت به شكايه في المحكمه، تيحلف ويعاود يقول لي الفلوس اللي غادي نعطيها لك راه انا نعطيها كامله للمخزن وما ديهاش انت. علاش؟ ما عرفتش. ودابا اللي تنطالب. وحكيتي لنا سي محمد بان كان كيحيد لك 20 درهم من الخلصه ديالك، ياك؟ ناقص 20 درهم من الاجره ديالي. كيقول لي شرح لنا هذه القضيه كيفاش. تيقول لي انت معلم البناء كتخلصوا بالنهار شحال؟ كان يخلصني انايا ب 80 درهم وتنتوصل ب 60 درهم. من عام هذا؟ هذه في 96. نعم. وملي وصلت 2000 سنة 2000 كمل لي 100 درهم تنتوصل ب 80 درهم ناقص 20 درهم. ملي ولات الثمن ديال المعلم 100 درهم وليتي كتشبر على 80 درهم. اييه ملي 2004 وصلت 12000 فرنك تنتوصل 100 درهم. وديك 20 درهم فين كيديرها هو؟ تيقول لي تنديرها لك في الصندوق. ملي اكدت انا في الصندوق قال لي لا، الصندوق غديرها لك الدوله، انا تنحطها لك عندي باش غدا ما يتابعك حتى واحد تجيك صحيحه. قال لي راك دير بحساب راك عتريب باش تلقى الفلوس ديالك مجموعه. شنو هتريب؟ الريب بالبراكه. انت ساكن في براكه؟ ساكن في براكه. ملي جات العمره ريبت لينا واستفدت. ملي طالبت الحق فلوسي يعطيها ليا وقفني على العمل ونفضني ونكر دويري ميلو نكر. دابا امام هذا شكون هذا شي طاشرون ولا شنو معلم؟ طاشرون مقاول رجل مقاول دويري ميلود في العمر ديالو 65 عام وتيهز يدو في المحكمه وتيأدي يمين تيقول لك انا لا علاقه لي بالبني وما عمري خدمت في البني. يعني نكرك ونكر حتى بانه مقاول. هو مقاول وخادع العمال وخادعني انا وخادع حتى القانون. مقاول صغير وتيخدم الخدايم عيال الكبار ما تيخدموش، حتى المقاولين الكبارين ما تيخدموش، وخدام بصفه مستمره دائما في الصيف والشتاء ما تنوقفوش دائما. ومشى وجاب الشهود وشهدوا فيا زور بان دويري ميلود لا علاقه ليه بالبني وما عمره خدم في البني وعنده قهيوه شاركه هو وخاه مقابلها لا غير. ودابا انايا اللي تنطالب هي الحقوق ديالي من دويري ميلود. راه مرضني في راسي وخرج عليا وبغى يشتت ليا الاسره ديالي. دابا اللي تنطالب هذا النداء ديالي يوصل عند سيدنا محمد السادس الله ينصرو وعند سي عبد الاله رئيس الحكومه بالكيران. وتنطالب بالرؤساء وقداء ديال طنجه وانا الملف استأنفته. راه حكموا عليا هنايا بلا شيء وجبت الشهود ديالي. عدم قبول، حكموا بعدم القبوليه. عدم قبول. والشهود ديالي تيقولوا كلام وكاتب بالضبط بلا ما نقول لك الاسم ديالو، كاتب بالضبط تيقول كلام. هذا في المحكمه ديال العرايش. محكمه العرايش الشهود تيقولوا كلام وكاتب بالضبط تيقول كلام. كيكتب كلام اخر. كيكتب كلام اخر وعندي دليل وكاين الشهود باقي نحي. ونزيدك حتى الشهود ملي اصبح دويري ميلود باين ومفروش تفرش عند اي واحد كمقاول بناي. راه القانون خصو يعاقب بعد اول مره دوك الشهود اللي شهدوا دويري ميلود لا علاقه له بالبناء. ها هو اليوم اصبح كمقاول. انا واخا نسمح القانون ما خصوش يسمح نفس هذه راها جريمه. هذه جريمه وتنتابع. انا ما تنسمحش في حقي. هاد الناس هادو شهدوا فيا قبل العيد الكبير بسيمانه اغتنم الفرصه شهدوا له. كاين اللي عطاه 4000 درهم كاين اللي 3000 درهم وشهدوا فيا الزور وضيعوني. ودابا انا شنو شهدوا؟ شنو قالوا عليك؟ قالوا هذا السيد هذا تنعرفوه ما عمره خدم مع ميلود والدويري ميلود تنعرفوه ما عمره خدم في البناء. وانت عندك هنا شواهد؟ عندي شواهد. عندي التزامات ديال موالين الديور. قال لك بنيتي انت هو اللي بنيتي له بالدار؟ عندي التزامات موالين الديور. عندي بزاف د الحوايج بزاف. ها هو عبد الواحد انظروا شوفوا شنو هنايا مكتوب. نعم. شوف شنو مكتوب هنا الالتزامات ديالو. هذا ما جاوبوش عليه. الرئيس ما جاوبش على هذا الالتزام. هذا عاود هادو ما تمش الاستدعاء ديالهم هادو؟ لا والو. هذا بوفلجه محمد. بوفلجه محمد عاود. شوف يعني هادو شهدوا لك بانك انت خدمتي لهم في الدار. ولكن القاضي ما استدعاهمش ما طلبهمش يحضروا. المهم قولوا الحكم ديالي انا
بالنسبه لمحكمه العرايش راهم ظلموني 100%. بلا ما نذكر الاسم ديال كاتب الضبط والرئيس، راهم حكموا لي انايا، حكموا عليا الحكم ديالهم، راه حكموا عليا 100% الدوليه حق. دابا انت غتستأنف الحكم؟ دابا انا غادي نستأنف لطنجه، وهذا هو اللي كاين اللي تنطالب هي من الحكومه ومن الرؤساء ومن القضاء ديال طنجه، الله يجازيهم بخير، يعملوا تحقيق وبحث دقيق في هذا الملف ديالي. رانا تخصصت، راه خسروني في الكانه، دويري ميلود، انا مرضت في راسي بالنيرفيوس، ما بقيتش نركز في الخدمه، ما بقيتش نركز في الدار مع ولادي. انا ملي طلبت حقي باش يعطي لي رزقي نبني سكينه لولادي، انا اليوم اصبحت مشرد ايكاري تقريبا 1000 درهم. الخدمه ما بقاش عندي الكناد الخدمه، انا بعت القطعه، بعتها بلاصه التجاره، بعتها وليت شريت في حي شعبي، وهذه دابا هي مهدده عطيتها للسمسار يبيعها لي باش نخلص بها الكرا والمصاريف اليوميه. انايا مرضت في راسي، الله يجازيكم بخير. اللي تنطالب هي من حكومه ورؤساء وقضاء ديال طنجه يعطيو لي حقي في هاد الدويرين. صافي، والشكر.